انت بيجيلك فتره في حياتك تبقى قاعد حالتك غير مرضيه ليك بالمره، فاهم؟ انت قاعد في القاعه دلوقتي، اوكي؟ ايه اللي بيحصل؟ فجاه انت خلاص بتاخد قرار، انت عايز تتغير، تبدا ايه؟ تطلع سلم التطور في حياتك على حسب ما انت اهدافك يعني. بس الحوار ده مش هيطول، انت تنزل تاني، تنزل تحت 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 تاني، توصل للقاع، تلاقي نفسك مكان ما بدأت، تقوم جاي تتضايق تاني، تقول لك لا عايز ارجع، انا كنت جامد، لا تقوم طالع تاني، تقوم نازل، تقوم طالع، تقوم نازل، تقوم طالع. الحوار ده يتكرر 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 معاك. الفكره بقى، انا النهارده بس عايز اقول لك في الفيديو ده، عايز اتكلم معاك في حوار الانتكاس. احنا ليه بننتكس، او ليه بيحصل الدواير دي، يعني انت او الجراف الطالع والنازل من انا حالتي زباله، انا كويس، انا حالتي زباله، انا حالتي كويس، انا زباله، فاهم انت كده؟ هنتكلم، عايز اكلمك عن ثلاث حاجات. عايزك تفهم السيكولوجيه وراء هذا الانتكاس، او هذه اللوب، فاهم انت؟ من النجاح والانتكاس. تاني حاجه، ازاي تكسرها، وازاي تبدا تطلع وتعلى تاني، وتعلى تاني، تعلى تاني، ومتنزلش بعد ما تطلع. تالت حاجه، ازاي تقدر تستخرج الدوبامين، او تستخرج ان انت تبقى فرحان بالحوار ده بشكل او باخر. تمام؟ مش الحوار ده انت ساعتها زي ما قلت لك هتوصل لمرحله مش هتعرف تستخرجه بطريقه زي التانية. رابع حاجه، ازاي تعرف ان انت دخلت بجد، دخلت اللعبه، انت دخلت لعبه السيلف امبروفمنت، او لعبه تطوير النفس، لعبه تطوير الذات والشغل ده. ازاي تعرف ان انت بجد دخلت بقى في الايه، في اللعبه مع اجمد ناس في هذا الكوكب، تمام؟ او انت دخلت معاهم، ساعه ان انت بدات تخش بجد اللعبه بتاعتهم، تمام؟ انت بقيت مع الناس دي دلوقتي، تمام؟ اول حاجه، احنا استنى عايز اعرف اول حاجه، لا مش عارف اول حاجه، عايز اعرف اول حاجه ايه السيكولوجيه وراء هذا الانتكاس. ماشي، انا الحوار ده حصل لي في حياتي بتاع 3 مرات. ابقى قاعد ما اعملش حاجه في حياتي، لا شيء، صفر، تمام؟ ابدا دي تعلى 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 فوق، تبقى حاجه قمه الانتاجيه وقمه الصحه وقمه الديناميكا وكل حاجه. بعد كده بعدين فتره، شهر شهرين مثلا، تنزل تاني تاني تحت 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 تحت، واخد بالك انت؟ لغايه تبقى عايز تطلع تاني، تقوم طالع 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 طالع، وتتعاد هذه القرار. الحوار ده ما عرفتش ازاي احله الا لما عرفت الموضوع ده. الفكره بتكون في ايه؟ انت ان انت التغيير في حياتك كله بيرجع لدماغك، لمنظورك عن الحاله اللي انت فيها. انت حالتك غير مرضيه، غير مرضيه ليك، خلاص تطلع، حالتك بقت مرضيه، انت هتثبت. انت مش هتنزل قصد، فاهم انت؟ لا، انت هتبقى خلاص، انا حالتي جميله، انا مرضيه، انا هفضل اعمل اللي انا بعمله ده. تفضل قاعد ثابت 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 ثابت، تقوم نازل. مفيش حاجه اسمها ثبات مبدئيا، يعني مفيش حاجه اسمها انت ثابت. انت يا اما بتطلع يا اما بتنزل، انت يا اما بتكبر يا اما بتموت، مفيش في النص. الفكره المشكله بتحصل معاك ان انت عايز تثبت في النص، انت حالتك مرضيه وخلاص، عايز افضل كده، عايز افضل كده، تمام؟ هنا بتيجي المشكله بقى، بتنزل تاني، تمام؟ فهو الحوار زي ما قلت لك بيتكون في الاربع حاجات دول. حالتك وحشه، عايز تتطور، بتتطور، توصل للقمه، تبقى راضي عن نفسك، تمام؟ بتحاول تثبت على الحاله دي ان انت شايف ان انت مرضيه. ده في الاخر بيك المطاف ان انت تنزل تاني، وتعيد الاربع حاجات دول، تعيد الاربع مواقف دول، الاربع مراحل، تمام؟ ازاي بقى تكسر هذه الدايره؟ هتعمل ايه؟ انت مش هتوصل للمرحله دي، تمام؟ المرحله الثالثه دي مش هتوصل لها ابدا. هتعمل ايه؟ حالتك غير مرضيه، انت متضايق منها، هتعلى، اوصل للقمه. اول ما توصل للقمه هتعمل ايه؟ عايزك تبدا تقلل من نفسك، تمام؟ الحوار يبان غريب، بس انت لازم تقلل من نفسك. يعني ايه تقلل من نفسك؟ تقلل من غرورك، تقلل من الايجو، اللي هو ايه؟ انا مش جامد. ده اقل حاجه بالنسبه لي انا، فاهم انت؟ اقل حاجه انا معرف بيها نفسي، اقل حاجه ليا. يعني مثلا
لو انت بتروح الجيم كل يوم وبتقول لنفسك انا جامد عشان انا بروح الجيم كل يوم، فانت هيجيلك فتره هتنزل ومش هتروح الجيم كل يوم، او هتبطل الجيم خالص. ليه؟ انت خلاص بتوصل لمرحله مرضيه، انت عايز تفضل ثابت على الكلام ده، هتبقى تنزل. تمام؟ غير مثلا اي حد بقاله فتره في حوار السيلف امبروفمنت ده، ولا بقى في تطوير نفسه وكده، يعني بيحاول يحسن من حياته عموما، يعني انه يروح الجيم كل يوم ده مش جامد، ده حد ادنى. تمام؟ حد ادنى لينا كلنا. يعني انت مش شرط جيم تتمرن في البيت كاليستانكس، مش شرط تعمل 500 ضغط، فاهم؟ اي حاجه، بس التمرين بالنسبه لك حد ادنى. وايه اللي بيحصل؟ انت بتحاول تزود من التمرين، تحاول تعلى 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 تعلى، تتمرن احسن، تتمرن اقوى، تتمرن بذكاء اكتر، فاهم؟ تقعد تعلى في مجال الفتنس ده عندك. ليه؟ اللي هو انت في حالة الحد الادنى، وبتعلى 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 وبتعلى. فانت لما تقلل من غرورك ده، بتلاقي اللي بيحصل بقى مرحله انت مش راضي عن نفسك، حاولت ان انت في القمه، وهتبدا ترضى عن نفسك وتخش المرحله الثالثه، لا انت هترجع تاني. ترجع تاني اللي هو ايه؟ مثلا المذاكره، مثلا انت بتذاكر 8 ساعات في اليوم، تمام؟ لو انت قلت ده كويس هتقع. لو انت قلت ده حد ادنى بالنسبه لي، انا ماليش دعوه بقيه الناس بيعملوا ايه، انا دي اقل حاجه ليا، انا بالنسبه لي انا معرف بيها ناس، دي اقل حاجه. فانت حالتك بقت بير مينيمم، اللي هو بقت حالتك بقت حد ادنى يكاد تكون غير مرضيه. فانت هتعلى 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 هتعلى. طبعا الحوار ده ما اعتقدش كتير منكم اصلا يعني هيفهم الحوار ده، بس لو وصلت مثلا ان انت تشتغل 16 ساعه في اليوم، ساعتها ما فاهم، انت لما ترجع ما تحاولش تزود ساعات، لان مفيش اكتر من كده، فاهم؟ انت ممكن في الحاجات بتاعت الوقت دي بالذات، يعني اثبت على وقت معقول وحاول تحسن من فاهم انت، من الكواليتي، عشان بس ايه الحوار ما يسرحش منك. طبعا ما اعتقدش ده حوار كتير ناس هتكون وصلت له يعني، بس ادي نقطه. الفكره بقى في ايه؟ الحوار ده هيبان متعارض مع الفيديو اللي فات، تمام؟ اللي هو انت الفيديو اللي فات بقول لك انت بترضى تبقى راضي عن حياتك، او بتستخرج السعاده من اللي انت فيه، تمام؟ ده شيء يعمله، هو مش متعارض، انت كده كده تبقى مبسوط باللي انت فيه. بس في فرق بين انت مبسوط بحياتك وفرق ان انت تبقى ثابت. انت ما تبقاش مبسوط بحياتك قوي، او ما تبقاش راضي عن اللي انت بتعمله قوي، على قد ما انت مبسوط بالرحله. تمام؟ انت مبسوط بالتطور، انت مش مبسوط باللي انت فيه، انت مبسوط بان هو يتحسن. تمام؟ هي دي الشعره اللي انا كنت بتكلم عليها في الفيديو اللي فات، اللي هو انت مبسوط بالعده الزياده اللي في الجيم، بالساعه المذاكره الزياده، تمام؟ بكده انت مش مبسوط بان انت تروح الجيم، لا انت مبسوط بالعده الزياده. انت تروح الجيم ده حد ادنى، لازم تروح الجيم كده كده، تمام؟ فانت مبسوط بالتطور. فالفكره في ايه؟ ان انت لما تعرف تبرمج دماغك على كده، انت هتبقى مبسوط على طول. ليه؟ انت بقيت تحت، مبسوط وانت بتعلى، مبسوط وانت بتعلى، مبسوط وانت بتعلى، مبسوط وانت بتعلى. وصلت للقمه، القمه دي انت هتترجمها كانها تحت. انت بدماغك ترجم ان القمه دي بالنسبه لك اقل حاجه، حد ادنى، تقوم ترجع تعلى تاني، تترجمها انها تحت، ترجع تعلى تاني، تترجمها انها تحت. هتقعد تزيد 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 تزيد، تتحسن 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 لما لا نهايه، طالما انت فاهم الحوار ده، فاهم هو شغال ازاي. اوكي؟ الفكره بقى في ايه؟ ان انت تستخدم دوبامين غالي. الحوار ده بيديك دوبامين غالي مش دوبامين رخيص، تمام؟ انت بجد بتعمل حاجات بتحتاج مجهود جامد عشان تعرف تبقى مبسوط بيها في الاخر، فاهم انت؟ انا اسعد فتره في حياتي كانت فتره انا بشتغل كتير، فاهم انت؟ انا بشتغل فوق ال 12 ساعه وما الى ذلك، كانت اسعد فتره في حياتي، اكتر فتره كنت مبسوط فيها. تمام؟ انت الفكره ان انت ما الحل مع الحوار ده ان انت ما تدورش ان انت تبقى مبسوط، تدور ان انت تبقى فخور بنفسك. تمام؟ ودول حاجتين غير بعض. ليه؟ لان انت تدور ان انت مبسوط، انت اسمه ايه؟ انت بتطارد السعاده، انت بتشيس هابينس. ده ممكن يروح معاك غلط كتير قوي. ليه؟ ان دي بتيجي من اي حاجه، السعاده دي، يعني كنت صح كنت غلط، كنت يمين وكنت شمال، فاهم؟ غير انت تبقى بتتشيس البرايد، اللي هو انت بتطارد الفخر، وانت عايز تبقى فخور بنفسك. ده كده كده هيجيب معاك، ان انت مش بتفكر في السعاده الحاليه، اللي هو انا مش بروح الجيم دلوقتي عشان انا مبسوط ان انا في الجيم، لا، انا عشان هبقى فخور بنفسي ان انا رحت الجيم وجيت، او اتمرنت تمرينه تقيله، فاهم انت؟ ده هينتج عليك ايه في الاخر؟ ان انت مبسوط، فاهم انت؟ يعني باي اكستنشن انت في الاخر هتبقى مبسوط في الاخر، تمام؟ فالفكره اللي هو طب ليه
تروح ان انت عايز مبسوط، عايز مبسوط في حياتي، بدل ما انت تقول انا عايز ابقى فخور بحياتي. لو انت فخور بحياتك هتبقى مبسوط في الاخر. فاهم انت؟ الحوار حتى لو مش دلوقتي هيعود عليك في الاخر ان انت تبقى مبسوط. تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه ان انت هتبدا لازم تتعود ان انت الفخر ده السعاده منه ما بتجيش، مش شرط تيجي في نفس الوقت. فاهم انت؟ انت عارف ان انت ممكن ده ليفل عالي شويه. فاهم انت؟ يعني ده ايه، حته معرفش كتير وصل لها ولا لا. المهم الحته دي اللي انت مثلا ممكن تبقى قاعد في الجيم عارف ان انت داخل على مجموعه تقيله، ولا سكوات ولا ديد ليفت ولا حاجه عارف انت هتدمر لك الدنيا خالص. انت ممكن تبقى بجد مبسوط وانت ما يظهرش عليك ولا على وشك ولا على نفسيتك ولا على هرموناتك ولا اي حاجه ان انت مبسوط. فاهم انت؟ هو ده بيبقى شعور الفخر. فاهم انت؟ او ممكن يبقى بجد انت مبسوط، انا ما اعرفش انت قاعدين معاك ازاي، بس لو انت مثلا ممكن تبقى قاعد كده بتتكلم في دماغك انا مبسوط ان انا بتمرن التمرينه دي، انا مبسوط ان انا عارف اجبر نفسي ان انا اخش على التمرينه دي، عارف انها تقيله، عارف انها تعبني. فاهم انت؟ انا مبسوط ان انا قادر اخش نص ساعه دي على التريدميل ولا الساعه دي على التريدميل وانا مش شايف. فاهم انت؟ الحته دي ما خلاص انت بتوصل لمرحله ان انت بتستمتع برحلتك، حتى لو مش باين عليك انت بتستمتع. انت مش شرط تبقى اللي هو فرحان وهي وبتاع والدنيا وردي، لا. ممكن يبقى الحوار في قمه البرود وقمه الصمت، بس انت من جواك مبسوط، من جواك لسه بتستمتع بان انت بتتطور. تمام؟ ازاي تعرف بقى ان انت دخلت اللعبه مع اجمد ناس في العالم؟ تمام؟ الحوار بيبدا منين؟ من اول ما التحفيز بتاعك ينزل. تمام؟ طول ما انت متحفز حاجه وبتعمل اللي انت عايزه حاجه، اللي هو بتعمل اللي المفروض تعمله حاجه، طول ما انت متحفز. فاهم انت؟ اللي هو انت عايز تشتغل ليه؟ عايز تشتغل اللي انت مش الحوار فرق بسيط قوي، فرق بسيط قوي بين الاثنين دول. عايز تشتغل اللي انت متحفز ولا عايز تشتغل اللي انت لازم تشتغل؟ تفرق. اول ما تبقى عايز تشتغل عشان انت متحفز للشغل، يلا بينا عايزين نذاكر، يلا بينا عايزين نشتغل، يلا بينا عايزين نعمل فلوس. فاهم انت؟ اول ما تبقى في الحاله دي بس في الاول كنت تقعد فتره كبيره فيها، وده كويس، هي حاله سهله. فاهم انت؟ يعني المرحله دي سهله وتخليك تشتغل جامد. كل ما تقعد معاك كل ما كويس، ما عنديش مشكله، بس هي بتنزل بسرعه. هتنزل تبدا اللي هو ايه، انت مش عايز قوي تروح الجيم بطل يبقى ممتع، بطل يبقى مروحتك للجيم وكسر الاوزان ده شيء ممتع ليك، يبقى خلاص بتعمله كنوع من التاسك اللي هو المفروض اروح الجيم، انا بروح الجيم. اول ما تبدا تروح الجيم وانت مش عايز تروحه، انت كده دخلت اللعبه. كده بقى ويلكم تو ذا جيم، انت بدات بقى الشغل اللي بجد. قبل كده دي حلاوه بدايات. اول ما توصل المرحله دي لا انت افرح بقى. انت افرح، انت دلوقتي دخلت فئه ناس كتير قوي مش هتدخلها اصلا، ان محدش عنده الالتزام الكافي ان هو يعمل حاجه مش عايز يعملها في الزمن ده. نادرين قوي. وحوار الدوبامين وانك تستمتع بالرحله والحاجات دي، الحوار ده ليه علاقه بالانتكاس. انا ما بطلعش بره الموضوع يعني. ليه؟ لان انت الانتكاس زي ما قلت لك ممكن يجيلك مش كمان من فكره ان انت ترضي عن نفسك، خد بالك انت، هو من فكره الحوار بقى صعب قوي. فاهم انت؟ اللي هو انت الحوار بقى ممل ليك. خد بالك انت قاعد بتزيد. يعني انت ترجمت نفسك، اوكي، ترجمت لنفسك وانت خلاص تحت. انت كنت بتتمرن وخلاص خليت التمرين ده بالنسبه لك حد ادنى. ممكن وانت لسه عمال تتمرن وتزيد في التمرين وعمال جسمك يكبر اكتر وعمال تاكل احسن مش عارف ايه وبتاع، الحوار يبقى ممل ووحيد، وفي حاله من الملل والزهق والوحده في هذا الطريق وانت طالع. تمام؟ الفكره هنا ان انت تبقى مستمتع بالحوار بكل اشكاله وبكل انواعه. تمام؟ انت وانت متحفز انت فرحان ان انت بتعمل حاجه كويسه، تمام، وكمان متحفز انك تعملها. وانت بعد ما التحفيز يروح انت مبسوط ان انت بقيت من اجمل الناس في العالم اللي بيعملوا الحاجه من غير ما يكونوا عايزين يعملوها، اللي بيعملوا الحاجات الصعبه. وانت بتطلع السلم للقمه تاني انت مبسوط ان انت بتزيد وبتتطور وبتعمل اللي انت مش عايز تعمله. تمام؟ مش عايزك تطارد ان انت تبقى مبسوط دلوقتي،
انت المفروض ما تبقاش مبسوط وانت بتذاكر، المفروض ما تبقاش مبسوط وانت بتتمرن. تمام، لو انت مبسوط تتمرن دي حاجه كويسه، اتبسط، بس ده هيروح في الغالب. تمام، انت تتبسط بالاثر ما بعد التمرين، تتبسط بالاثر ما بعد المذاكره، تتبسط بالاثر ما بعد ايا يكن. اوكي، هي دي الفكره وراء الانتكاس، وليه انت بتطلع تنزل تروح تيجي كل الحوار ده. وبس كده، وصباح الفل. هقول ايه؟ صباح العبد.